اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يكونوا يا رب يكونوا بخير وكامل الصحة. وصباح الفل، صباح النور عليكم. صباح كل حاجة حلوة، وربنا يصلح حالكم جميعا ويديكم الصحة. أهم حاجة من ده كله الصحة، فربنا يديكم الصحة جميعا يا رب، ويرزقكم برزق عيالكم، واللي ما معاش أطفال ربنا يديلها يا رب، ويرزق كل من كان ويصلح حالكم جميعا. احنا النهارده رايحين نعمل ايه؟ هنعمل كفتة كفتة بتقلية. فانا جايبه لها والله انا اول مرة اعمل البروتين دي. فاحنا هنطحنه في الخلاط. في شيء بيقول لك يعني بتبان ريحة مية صغيرة كده، بس انا يعني بالاحسن حاجة هنفرمه في الخلاط. فدي بروتين انا جايباها من الوكالة. فانا جايبه دول ب20 جنيه، وجايبه برضو دول ب10. يعني انا جايبه ب30 جنيه، دولت ب10 ودولت ب20. فانا برضو هفرم من بره 20 دولت، وبرضو ونبلنا برضو شويه رز برضو هنفرمهم برضو في الخلاط ونعملها على برضو. هنا معانا ايه بقى؟ يعني هي جايبة زيادة انا عشان جايبه لو. زياده، لان انا جايبه برضو هنا برضو ربطه الشبت على كزبره، وهنا بصلتين، وهنا برضو حبه توم متقشرين، وهنا البهارات بتاعتنا برضو دي 7 بهارات، وده بتاع كزبره، ودي برضو شويه كمون. وهنا برضو معايا كيلو لحمه مفرومه اهوت. فانا برضو هنفرم دي الاول، وبعدين نعمل وانا على وقت الدوش. اه نعمل وياها رز برضو، عشان انا ببقى كل مره بنعملها بفريك ورز، فانا مغيرين بقى دلوقتي الاول مره اعمل بيها بالبروتين دي، وبرضو هنضيف له شويه رز برضو، لان هي الكفته هتبقى كفته بتقليه. هو الرز برضو بيمسك الكفته وبيخليها مية مية برضو. احنا عملنا برضو كمية الرز ديت اهي، زي ما الكفتة تاخد، يعني زي ما الكيلو اللحمة معانا ياخد هنحط عليه. ودولت برضو احنا عملنا شوية البروتين دولت. فممكن في ناس يعني بيبلوه يعني ممكن تبليها، البتاعة دي. فانا بلا دومت برضو اهو، عشان لو الكفتة احتاجت انت نحط. اول مرة تعمل الحاجات انا دي؟ اول مره، انا بصراحه انا اول مره اعملهم. يعني اول مره اعمل يعني احنا متعودين احنا بنعملها بفريك ورز على طول. كانت الحاجه بقى الله يرحمها كانت على طول بتحب كفته الرز والفريك دي. فانا اول مره برضو، هي في ناس يعني في ناس بتعملها بدي الوحيده بس، وفي ناس بتحط برضو عليها رز. فانا برضو بلا دول لما نشوف هتحتاج كيلو اللحمه هيحتاج معانا ما تسلم على حبايبك يا حبيبي. ازيكم يا حبايبنا؟ فهي ديت ما يعني ما بتتحطش عليها ميه كتير، ده اللي بعملها عليها بالطلب اهو. بس هي يعني عشان ما تبقاش ما تمرقش الكفته. فاحنا برضو هنحط هنفرم بقى ده بقى الخلط بتاعنا ده في المفرمه. فهنقلب دي الاول كده. بسم الله. احنا اصلا جايبين اللحمه مفرومه، يعني مش احنا اللي فرمنا، احنا جايبينها مفرومه. فبرضو البهارات بتاعتنا انا قلت برضو على البهارات دي 7 بهارات، شوية كزبرة، دولت شوية كمون، ودي 7 بهارات. وهنحط لهم برضو شوية هنا ملح برضو. ملح فيه هنا اهمت برضو عشان ما نحدقش الكفتة بتاعتنا. وهنقلب برضو ديت اهيت فيها بسم الله انا الرحمن خايفة، الرحيم. مش عارفة لن تطلع وحش. ليه؟ لا ان شاء الله هتبقى حلوة. ما تكترلاش التقلية. ها؟ لا انا مش مكتره لها تقليه يعني بتاع يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بقى نقلبها الاول، وبعد كده نفرم البصل بتاعنا والخضره. فانا بقلب دي الاول ليه؟ عشان نشوف لا احنا مش هنحط كميه الرز دي كلها، يعني هنحط حبه صغيرين كده، ونشوف اللحمه بتاعنا بقى هتقضي يعني هتاخد قد ايه. فاحنا بنعملها الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تجعلك قرفتك حلوه وخفيفه ولطيفه. احنا بقى انا اول مره البروتين ده انا اول مره نعمله كفته بصراحه يعني. وشكله كده هيطلع مش مظبوط. لا ده جميل والله. انت كنت جربتيه؟ لا الناس بتشكر فيها، يعني اللي عملها جرب حلوه يعني. فاحنا هنعمل بقى نعجنها الاول اهوت، ونحطها في الكبه بقى ما نفرم البصل الاول والبتاع دي. هي بتشخشخ لا؟ بتشخشخ لا يشخشخ. ايه. لا لسه، عشان هي ما تحطش عليها بصل. دي البصل حطينا والثوم. الخلط.
بصل وتوم والبصل وتوم والبتاع الشبت على الكزبره. هنا يا جماعة بقى حطينا اللحمة لأن أمي مش عارفة لا تتكلم. مش لا بتصوري كده بقى يا حبايب قلبي. احنا عملنا البتاع الكفته بتاعتنا اهيت، يعني دي برضو ايه، دي بقيت الكميه اهي، وبرضو الحبات انا صبعتهم اهمت وبرضو زي الفل وناعمه جميله. دولت بقى احنا عملنا ايه، 4 بتاع قوادوس من اللي هم بتوع الخلاط رز، يعني هو القدوس مش كبير يعني هنقول كوبايه رز. ايه الصغيرين دول برضو اللي انا عملتها اللي هي فهي برضو ايه تبع ما العجينه، يعني تبع ما الكفته بتاعتك تعمل هي اهي، مش جامده ولا حاجه وجميله اهي زي الفل اهي ما شاء الله. فاحنا بقى بنصبع برضه اهوت وهنحمرها دلوقتي، لان انا جربت منها برضه ما شاء الله ما فكتش وزي الفل. نعمل برضه شويه كده ونحمر ايه، نعمل بقيه الكميه بتاعتنا كده برضه ايه، بنحك ايدينا زيت اهوت. بسم الله ما شاء الله. يا حبيبي ده بقى ايه، طيب بقى ايه هنعمل بقيه الكميه ونوريها لكم يا حبايبي. معلش على الكفته قوي عشان ما تتلهفش. ندوق ولا يا حبيبي؟ بس ايه رايك في الطعم؟ تحفه صح؟ الريحه بتاعتها عسل. حلو، بس البتاع اللي هو اللي انت جايباه الجديد ده ده طعمه انا جميل. مش عارفة ازاي اعمل كده. ده طعمه حلو. مش عارفة اتكلم، ما هنعمل ايه بقى من بس طعمها حلو. جميل جميل والله، تحفه بجد والله. ما بتحطلهاش شطة. لا عشان ما تبقاش حر، احنا حاطين لها بهارات وحاجات اهوت، كل حاجه حلوه. طب ريحتها جميله والله زمان اللي شاف. فانا مش هعلي عليها، مش هنعلي عليها عشان ايه ما تتلهفش مننا، هتتقلب براحتها كده. وبرضه احنا شغالين في التصبيع. لا هتعملي ايه؟ انا قلت لا واحدة بس لا، كفاية. ما انا كنت جربتها الاول بشوفها ايه، لازم نجربها نشوف هي هتفتح مننا واحنا بنصبح. بس ما تكترلهاش تقلية عشان اكل منها. ماشي. امال نعملها نفخها بميه بيضاء. انا حاطه لها شويه طماطم اهو، شويه طماطم مش كتير، فاحنا هنقللها برضه اهو. نحمر البصله برضه قلت الاتنين كلنا الكفتة. لا ما هيبقى هي يا جماعة. بذمتك يا بنت انت حصل لك حاجة؟ انت ضربتني. انتوا ضربتوني وقعدت عندهم 12 شهر. لا يا شيخ 12 شهر. انا لسه متجوزة من 10 شهور. انت لسه بقالك 9 اشهر بس يعني. خلصنا الكفتة على 100. ما عدتوش ده كده هيتخسر منكم العشر. انت عارفة ان انا مش هاكلها بتقلية. لا ما هي التقليه ده جميله والله. هات التقليه يلا هات. ومحمد هيجي يكمل وهياكل هو كمان لا الكفتة. ده انا هضربكم على ايديا كلها، هيمد ايده بقى. مش قلت لا لك؟ انا يا ولاد على ما نيجي نطبخ ما يكونش فيه كفته. اضربكم على ايديكم دي ولا ايه الوقت؟ مش حاجة سخنة؟ لا استنى استنى ما من لسه السخنة السخنه بتطلع. بنطلعها. ده سخنه ولا سخنه؟ لا بس سخنه. ده لبسهم كله. لا كده انا ما بحبش احنا عاملين زي اللي بيخبز عيش دلوقتي، واول رغيف بيطلع من الفرن احنا بناكل. بس هي على فكره بتكش اما بتتقلب بتكش، يعني انا مكبراها اهوت الحجم بتاعها بتكش تاني. يعني هي كده بقت كده. كده بقى يا حبيبي احنا برضه ايه هنحمر البصله هنا. الله كل ما اكل كفتة. التسبيكه بتاعتنا بتاع البصل البصله بتاع قصدي الكفتة. الكفته اهي. في واحدة هنا قاعدة بتنقر ورايا. ايه انا هضربكم على ايديكم. احنا على ما نيجي نطبخهم هيكونوا بقوا 3 صوابع كده بقى نحط شويه ملح عشان احنا حاطين بهارات بقى في الكفته بتاعتنا، هنحط لها بقى مرق الدجاج وخلاص.
لا انت ما عرفتش تعملها، ما هضربكوا على ايديكم. ما عرفتش تعملوا يا ولاد، هضربكوا. بتشوفي يا ماما. بس يا ريت اهي حلو والله. طعمها. حلو طعمها حلو، واحلى حاجه انها ما تفككش اصلا، سيبك من الخسه تعالى. لا هي بتكش، بس اما بتتحمر بتكش. ما تكش يا ست عادي، المهم ان هي ما تفكش. لا هي اهي استوت اهي. هنحط برضو في يعني في ممكن نحطها ونلوحها برضو في الطماطم، بس انا بفضل نغلي لها شويه ميه صغيرين، نحط شويه ميه على على الطماطم الاول. ممكن الكفته لو هي سايبه ومش جامده ممكن تتهرس وانت بتقعدي تقلبي بتاعي. فاحنا طول عمرنا بقى الحاجه الله يرحمها كان نغلي لها شويه الميه على التقليه كده، نزود شويه ميه صغيرين كده ونحط الكفته، وبعدين نقلبها تاخد مثلا تلوحه كده برضو في الطماطم بشويه الميه صغيرين كده، وبعد كده نبقى نعملها. لان ممكن بتاعنا حطيت لها رز، وانا حاطه برضو تجربه هي يعني كان يعني ما شاء الله كيلو اللحمه كان يفرض كفر اكتر من كده، بس الجماعه اللي وياي هنا مستطعمينها فمدوا ايديهم برضو. فاهم. مش بعرفهم عشان يقولوا ده كيلو لحمه من قطر. عرفتك تمام البلد كلها ان احنا كلنا من الكفر. واحنا حاطين برضو واحده هنا اهي دعاء كده اهي هتاخد سوا برضو. نخلي بالنا برضو ممكن البتاعه ما تاخدش سوا بس هي جامده اهي هتاخد سوا. حتى ما ادوق هعمل زي ان انا بطني وقع بصلي فيا. لا مش بصلي طبعا بقى يا حبايبي انا اروح الدرس وامي هتكمل بقى لوحدها. طب ماشي يلا نحط برضو شويه، نحط ريحه ميه صغيره كده يعني. هي التسبيكه بتاعت زي اي حاجه، اي تسبيكه بتاع بطاطس بتاع اي حاجه. انا ما حطيتش اي حاجه لها اضافات لان احنا حاطين لها البهارات بتاعتها والحاجه بتاعتها كلها في التقليه يعني وكده. يعني على فكره حلو طعمها حلو. نغلي بقى التقليه دي ونصرف الكفته فيها. اجيب لك بتوع تحطهم نقليها تاني يعني. لا انا احترت معاك خلاص. لا طعمها حلو والله يعني كده ناشفه اكلها حلو كده وخلاص. انت كده مخصوم منك اقول كم كفته 4 يكفي يا حبيبي كده بقى. حبيبه كانت عاوزه بتبقى تحب الكفته ناشفه، فهي سايبه الحته دي ورجعت تاني لما لقيتها تقليه جميله قامت رايحه قايله لي اقلها تاني. معلش بنحيرك معانا. حيرك يا شيخ كده بقى. ما التقليه تعمل يعني اولع تاني ونعملها تاني على ما الميه تغلي. ايوه ماشي. انا زوري حاسه ان انا راجل. الناس بتروح الرحله جايه ده انت ولا اللي كنت جايه بفرح يا حبيبي. والله خلاص مش مشكله نسيبها بقى الله بقى وخلاص. انت هتحيرني لسه اقعد اصحى. خلاص ماشي سيبيه انا هعملها انا وبحطها في الكفته عادي. عادي يعني. حتى البوتاجاز مش عاوز عينيها بقى يا حبايبي. نحط الكفته بقى بتاعتنا ونشوف دول بقى. نسيب دول برضو لو حد عاوز ياكلهم بقى ناشف كده نسيبهم. الطماطم اتعملت اهي الميه غلت اهي، فانا مكبراها شويه عشان هي بتكش بقى في اجرب احط. لا انا هحطها بسم الله الرحمن الرحيم عشان كده بقى يا حبايبي. الكفته بتاعتنا ممكن لو انت خايفه منها سيبها جامده شويه برضو. عاوزه تسيبها جامده شويه سيبيها عادي. هنغلي بقى ناخد غلوه ولا 2 كده وهنقوم مطفين عليها وهنزودها برضو كمان شويه ميه. القلب بتاع الغدا بتاعنا المخلل بتاعنا وهنا سلطه والبتاع الكفته بتاعتنا اهي والرز وياها اهوت. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم وينور رضاكم وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك. باي باي يا حبايبي. كفتنا اهي كفتنا اهي